هان في الأصل كان مع الأساتذة، ولكن خانهم من قبل، ودابا رجع أقوى وبدا كيهدد العالم. كيدخل قتال كبير، وسانغ وجين والمعلمين كيحاولوا يوقفوه. القتال كيكون عنيف بزاف، سيوف، طاقة، ضربات قوية. الأستاذ كيموت في المعركة قدام عينيه سانج، وهذا الشيء كيدفعو يصرخ ويغضب بزاف. في هاد اللحظة كيتفجر عنده مستوى جديد ديال القوة، وكيبدا يقاتل بشكل مختلف تماما، أسرع وأقوى من قبل. القتال كيولي مرعب بكل معنى الكلمة. هان كيبدا يهاجم بجنون، كل ضربة منه كانت قادرة تقتل إنسان عادي في بلاصتو، وسانج بصعوبة كيبدا يتفادى الهجمات ديالو، هو عرقان ودمه نازل من كل جهة. هنا كيزيد يتعصب أكثر، حيت لأول مرة كيلقى واحد قادر يوقف قدامه، وكيطلق صرخة قوية كتخلي طاقة ليتش كتسمع في المعبد كامل. أما سانغ فكان مركز بشكل ما عمرو دارو من قبل. كل التداريب، كل إهانة، كل الآلام اللي عاشوا بداو يبانوا في هذا القتال، وكيولي كيرد الضربات بسرعة خيالية، ضربة مقابل ضربة وطاقة مقابل طاقة، لدرجة أن الأرض تحتهم بدات كتشقق من قوة الصراع. هان كيبدا يضغط عليه أكثر وأكثر، وسان كيتراجع وهو بالكاد واقف، ولكن في واحد اللحظة كيشوف جين مجروحة في الجهة الثانية، وهنا بالضبط كيتبدل كل شيء. بصرخة واحدة فقط سانك كيطلق طاقة مرعبة كتوقف هان في بلاصتو، ومن هنا كيبدا الصراع الأخير الحقيقي بينهم، صراع ما بقى فيه لا رحمة لا تراجع. وفي وسط الغبرة والطاقة اللي عمرات البلاصة كيبان أخيرا شكون بقى واقف على رجليه، وشكون خاسر هاد المعركة للأبد. كيقدر يضرب هان، وكيولي القتال بيناتهم أسطوري. في الأخر كيوصل الضربة القاضية والنهائية، كتطيح هان وتقتلو في البلا. من بعد كيجري يطمن على جين، وكل شي كيرجع تدريجيا للحياة العادية. وهنا كيسالي الفيلم ديالنا. ما تنساوناش بجام وكومونتير ومتابعة ومشاركة الفيديو، وإلا كيعجبوكم بحال هاد الأفلام قولوها لينا في كومونتير. كان معكم ديحو فليكس، تهلاو.